توصل العروسة إلى بيت زوجها، وعند نزولها من السيارة تحاط من كل جانب أخوانها والذي يقربوا لها، الذي يغطي بالشال والذي يغطي بالكوت، المهم ما يظهر منها أي زينة. وتوصل عند شخص لا غيرة ولا رجولة ولا شهامة، شخص بالمختصر ديوث، ويكمل يتصور مع زوجته بهذه الطريقة وينزلها على السناب والانستغرام والفيسبوك والتيك توك بالسوشيال ميديا عامة، عشان شوية لايكات، عشان شوية متابعات. اقسم برب الكعبة إنه وجع قلب. أنا بين استغرب هذول الناس كيف بيرضوا على أنفسهم إنه زوجة أو واحدة تقرب له يطلعها بهذا الشكل. إن لم تغار على عرضك فأنت لست رجل. أين غيرتنا؟ أين قيمنا يا جماعة الخير؟ أقسم بالله إنه شيء يشيب له الرأس. تعبنا من هذول المناظر. كيف ترضى على زوجتك أو بنت توقع لك تنزل يدها على السوشيال ميديا أو حتى الضغط؟ سود الله وجيهكم يا عديمين الغيرة، وسود الله وجيه ذي بيزوجوا مثل هؤلاء الأشكال. أقسم برب الكعبة أنكم محاسبين. أنت بتحافظ على بنتك لك سنين، وهذا الديوث بينزلها ويسترخص فيها عشان شوية لايكات. والذي عايز الآن يقول لي يا معتصم دع الخلق للخالق، يا أستاذ ديوث في أطفال بيتعلموا مثل هؤلاء الأشياء، وبهذه الحالة بنكبر ناس لا عندهم غيرة ولا عندهم أي أخلاق. فرسالة للذي مثل هذول الأشكال، كافحوهم يا جماعة الخير. أقسم بالله إنهم بلاء على مجتمعنا. نسأل من الله الهداية.